توفي لاعب فريق الوداد الرياضي لكرة السلة سراج الدين فراس إثر حادثة سير مميتة مساء يوم السبت بالدار البيضاء. وتوفي فارس قبل ساعات قليلة من مباراة الديربي التي كانت من المرتقب أن تجرى بين الوداد الرياضي والرجاء مساء يوم الأحد. ونزل الخبر مثل الصاعقة على كل مكونات الوداد الرياضي وجماهيره، ووري جثمانه ترى مساء يوم الأحد في صلاة الظهر. وقررت الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة تأجيل مباراة الوداد الرياضي والرجاء إلى موعد لاحق بسبب الحالة النفسية السيئة للاعبين ومكونات النادي الأحمر بعد وفاة اللاعب الشاب فراس سراج الدين. وكانت المباراة مبرمجة سلفا مساء يوم السبت قبل أن يتم تغيير موعدها إلى الأحد في 5 بالقاعة المغطاة التابعة لمركب محمد الخامس بالدار البيضاء. ولفظ اللاعب الودادي آخر أنفاسه وهو في طريقه إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف بعد حادثة السير المميتة التي تعرض لها. ندعو الله بالرحمة والمغفرة للفقيد، واللهم أنعم عليه بجنة السلوان وصبر عائلته يا الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون.